ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده منتجات كتير قوي خلصتها الفتره اللي فاتت. اديكم شايفين منتجات كتيره قوي، هناخدها بقى بطريقه عشوائيه، مش هنحدد يعني لا يطلع في ايدينا ولا هنتكلم عنه. اقول لكم ايه اللي عجبني وناويه اكرره تاني، وايه اللي انا ما صدقت اصلا ان انا خلصته وفعلا ندمت ان انا حطيت فيه فلوس. فتابعي الفيديو للاخر بقى علشان تعرفي المنتجات الكويسه قبل ما تروحي تشتري اي منتج. في كمان مجموعة برفانات كتير انا خلصتها، بس حابة ان انا ان شاء الله اعمل لكم فيديو البرفانات اللي خلصتها في فيديو منفصل عن الفيديو ده. فيلا بينا كده نبدأ ونقول. اول منتج هكلمكم عنه يا بنات وهو محلول العدسات ده، بيرفكت كير. من احلى وافضل محلول العدسات اللي ممكن تجربيها حرفيا، كمان سعره حلو جدا. عايزه اقولك ان محلول العدسات تقريبا اهم من العدسه او لا يقل عن نوع وجوده العدسه، لان المحلول لو مش كويس آه، العدسه هتبقى مش مريحاكي خالص في عينيكي. يعني المحلول العدسات ده يعتبر هي البيئه اللي بتعيش فيها العدسه واللي بتقدري تحافظي عليها لفتره طويله، معقمه ونظيفه وما فيهاش شوائب. فدايما احرصي ان انت تجيبي محلول عدسات نوع كويس، لان دي العين يا بنات ما ينفعش ان احنا نستهون بيها. في حين كده ان بيرفكت كير بيديكي جودة ممتازة وبيحافظ لك على العدسات حرفيا فترة طويلة جدا. يعني انت مثلا لو جبتي عدسات شهرية ممكن يحافظ لك على العدسة لمدة 3 شهور قدام، وده عن استخدام شخصي يعني. بس اهم حاجة ان انت كل مرة بتخلعي العدسة من عينك لازم تغيري المحلول اللي فيه الحافظة بتاعة العدسات. ما ينفعش تفضل هو نفس المحلول نحوش العدسة من عينينا ونحطها تاني ونلبسها، مفيش خالص الكلام ده. لو عايزة العدسة تعيش معاكي فترة طويلة على طول كل مرة تغيري فيها المحلول اللي موجود في العبوة. تمام، ده سعره كويس جدا يا بنات، بيجي فيه علبة اتنين مع بعض. بيكون سعرهم تقريبا في حدود 120 جنيه، يعني الواحدة بس بتبقى ب60 جنيه. حجمه كمان كويس، مش عارفة الحجم مكتوب فين، بس هو بيقعد معايا فترة كويسة. وانا من العيون الحساسة، وكمان العدسات اللي بلبسها عدسات نظر، فما عملش معايا اي مشكله من اي نوع، بل بالعكس بيريحني جدا. ولو كنت مستخدمه قبل كده محلول والعدسه ابتدت تتعبني بحطها بقى، برجع احطها في المحلول ده فبترجعها لي تاني زي. من الحاجات كمان اللي خلصتها من شركة اوريفليم وهو غسول البشرة ده، فيرنس اسينشال. ده الغسول المفتح للبشرة بفيتامين اي وبي 3. اللاين ده انا بحبه. الغسول كمان يا بنات غيروا الكواليتي بتاعته، يعني اللي هو العبوة القديمة او الانتاج القديم منه ما كنتش بنصح بيه ابدا. البشرة الجافة او حتى البشرة العادية في الشتاء كنت بحس ان هو مناسب اكتر للبشرة الدهنية، ولكن هم بصراحة طوروه وغيروا الفورميلا بتاعته، فبقي في نسبة ترطيب اكتر او بقي كريمي اكتر، فبقي ينفع ويناسب تقريبا كل انواع البشرات. بس ممكن البشرة الجافة تحتاج ان هي ترطب كويس بعديه على طول. فانا حاسة ان التطور اللي عملوه ده لصالح المنتج، لان بقي فعلا يناسب معظم او اغلب انواع البشرات. الغسول حلو جدا، بينظف الوش حلو جدا، وريحته كمان جميلة قوي. بتحسي بتفتيح مؤقت مجرد ما بتستخدميه، لكن حلو ان انت تحطيه معاكي في روتين. من منتجات ماي واي يا بنات خلصت كريم سبرينج ده اللي هو مزيل العرق، واللي معايا دوت اللي هو بالعود الملكي. حلو قوي، ما بيعمليش اي مشكله بصراحه، لا عمل لي اسمرار ولا حبوب مثلا ولا اي حاجه. الحمايه بتاعته 12 ساعه. عايزه اقول لك ان الكريم ده تقدري تستخدميه في اي مكان فيه تنايات بتعرق عندك في جسمك. حلو، وما شفتش منه اي مشكله، ومن المنتجات ان شاء الله انا ناويه اكررها تاني. وسعره بيكون في حدود ال25. من مزيلات العرق كمان اللي استخدمتها يا بنات بيرسيف من شركة ايفون، الرول اون ده من اكتر الحاجات اللي بتطلب معايا واكتر المبيعات عندي هي الرول اون من شركة ايفون. حلو قوي. في مجموعة كده ريحتهم جميلة، يعني برسيف ده من المزيلات الحلوة قوي. حمايته على فكرة عالية، يعني ممكن يقعد معاكي باليومين فعلا. بس اهم حاجة اي مزيل عرق علشان ما تاخديش منه اي مشكلة لازم تستخدميه على جلد نظيف يا بنات. فده برضو من المنتجات الحلوة جدا واللي على طول بكررها يعني ودايما.
الحاجة اللي بعد كده اللي هو كريم او الجل كريم ده بزيت الارجان النيو ستايل من شركة ماي واي. ده انا كنت جايباه لزوجي وابني، ما عجبنيش خالص وما انصحش اي حد بيه. بحس ان هو بينشف الشعر قوي، انا ابني شعره ناعم، بحس لما كنت بستخدم المنتج ده ليه كنت بحس ان هو بينشف له شعره، وده من الحاجات اللي خسارة فيها الفلوس ومش هكررها. البادي سبلاش ده من شركة ايفون واللي هو اتراكشن. حلو حلو حلو، مش عايزه اقول لكم ده اول ما بدأت ان انا اجرب البادي سبلاش بتاع ايفون او البادي ميست، جربت النوع ده وهو عزيز قوي على قلبي، ريحته حلوه جدا وثباته عالي جدا وريحته انثويه قوي، وبجد هتحبيه وانصحكم بيه جدا، وان شاء الله طبعا طبيعي من الحاجات اللي انا بكررها على السيرم ده من شركة ايفون من لاين انيو يا بنات اهو. من الحاجات بصراحة اللي انا ندمت على كل جنيه دفعته فيها، وما انصحش اي حد بيه، ما بيعملش اي حاجة في اي حاجة خالص، مش هتحس منه باي نتيجة حرفيا. فبجد من الحاجات اللي انا مش طايقه حتى ان انا اشوفها، وما صدقت ان هو خلص، وكنت مش عارفه بصراحه، يعني انا كنت بحطه واقول يا ربي هو انا بحطه ليه، يعني بجد ما خدتش منه اي نتيجه، من اسوأ المنتجات اللي انا جربتها في شركه ايفون، ما انصحش بيه اي حد حرفيا. شفتش منه انا عن نفسي، ما شفتش منه اي نتيجه ولا اي. نتكلم عن الغسول ده من ايفون كير. ريفريشنج جل يا بنات، هو مش جل، هو تحس ان قوامه عامل زي الغسولات الكريمي شويه، هو 3 في 1. مزيل للميك اب وبيعمل ريفريشنج للبشره، وكمان بيعمل كلينزر ليها. في فيتامين اي، بجد من الحاجات الكويسه قوي في لاين ايفون كير، انصح بيه اي حد، مناسب لكل انواع البشره، ما بيحسسش البشره، ما بيعملش اي مشكله، وفعلا بينضفها كويس قوي من الميك اب. انا كنت عامله ريفيو مفصل عنه، لو حابه تعرفي تفاصيل اكتر عن المنتج روحي اتفرجي على الفيديو، بس ده من المنتجات اللي ان شاء الله ناويه اكمل عليه. الغسول اللي خلصته برضو غسول سو برايت من ماي واي، اللي هو ببروتين الحليب وبودره اللؤلؤ. ده بقى من الحاجات اللي مش هكررها تاني، اللي ما كانش عاجبني بصراحة خالص، كنت بحس ان هو فيه ريحة كحول، وكنت بحس ان هو بينشف البشرة، من الحاجات اللي ما عجبتنيش واللي مش ناوية اكررها. من الحاجات برضو يا بنات اللي خلصتها غسول النوفيج. حلو قوي بصراحة، ما اقدرش اقول عنه حاجة، ده المفروض ان هو غسول وسيرم 2 في 1. قوامه كريمي مش جل خالص، او مش رغوي كمان، هو قوامه كريمي، حلو قوي قوي لو هتستخدميه في فترة الشتاء، لان بتحس ان انت بعد ما نضفتي وغسلتي بشرتك في نفس الوقت رطبتيها، ودي اكتر ميزة فيه بصراحة. مناسب لكل البشرات فعلا، ممكن البشرة الدهنية ما تحبوش قوي، او ما تحسش ان هو عطاها النظافة الكافية لبشرتها في فصل الصيف، لكن هو في الشتاء بصراحة ممتاز. حلو قوي من المنتجات اللي عجبتني من مجموعات النوفيج. بس انا مش هكرره تاني، مش عشان هو وحش، بس انا حاسه ان دلوقتي سعره بقي مبالغ فيه شويه، والافكت اللي هو بيديهولي اقدر ان انا احصل عليه من منتج تاني سعره اقل شويه. نكمل حاجات شركه اوريفليم يا بنات. كريم الايد دوت سوفت كير اللي هو بالمكاديميا، حلو جدا جدا جدا، برضو عملت فيديو عنه لوحده. نعومة جدا، ترطيب للإيد عالي جدا، مش بيلزق خالص ولا بيدهن، بجد من أحلى كريمات ترطيب الإيد اللي ممكن تستخدميها. بينزل منه حجم 100 وحجم 100. هكلمكم بعد كده بقى على غسول وبلسم كليوباترا من شركة ماي واي، قصدي شامبو. ده مناسب للشعر الجاف، عجبني ولا ما عجبنيش، انا حسيت ان هو غسول عادي جدا، ما بيعملش اي حاجه للشعر غير ان هو بينظف الشعر. هو كليوباترا دي بتنزل نوعين، نوع للبشره، نوع للشعر الجاف ونوع لتطويل الشعر، يعني واحد للتنعيم وواحد للتطويل. طبعا مفيش الكلام ده في اي شامبو، مفيش شامبو هيطول لك شعرك، لان الشامبو ده حاجه مؤقته، مجرد ان احنا بنغسل بيها فروه الراس مش اكتر من كده، فهو كتنظيف للشعر وفروه الراس كويس، بس مش احسن حاجه، يعني مش هتاخدي منه افضل حاجه. يعني انا في ماي واي مثلا بيعجبني الشامبو اللي هو بالزيتون اللي عندهم ده، بصراحه حلو قوي، وشامبو كمان املة برضو حلو كويس قوي، عجبني اكتر من كليوباترا. البلسم
بلسم حلو وريحته حلوه. احسن حاجه هتاخديها منه ريحته، مش هتحس ان هو رطب شعرك قوي، ولكن هتحس ان هو ساب ريحه حلوه في شعرك. اللاين ده كمان جربت منه الكريم التصفيف وكان عاجبني جدا بصراحه. يمكن افضل حاجه في اللاين ده كريم التصفيف، وهو اللي ناويه اكرره تاني. اخر بقى حاجه معايا يا بنات هو ايفون كير شامبو بالكركديه والتوم. بجد من الحاجات اللي استخدمتها مؤخرا وعجبتني جدا وناويه اكررها مره واتنين وتلاته. اتكلمت عن المنتج ده في مفضلاتي من شركه ايفون، روحوا اتفرجوا على الفيديو. انصح برضو اي حد بيه، ومناسب لكل انواع البشره، وبرضو من الشامبوهات اللي ريحتها جميله قوي وبجد بتسيب الشعر ريحته حلوه جدا. بس كده يا بنات، دي كانت المنتجات اللي خلصتها الفتره الاخيره. ان شاء الله هجمع لكم برضو البرفانات اللي خلصتها في فيديو كده لوحده، فتابعوا بقى القناه الفتره اللي جايه عشان ان شاء الله هننزل شويه فيديوهات هتعجبكم. يا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، ومع السلامه.